شبلوف. اسمع، انا بطلب منك كزلمه وكبشر لبشر. اسمع، لا انا ما بدي اتناقش معك بعد. حبيبي الارهاب مضايقكم اسم مطعم، بما انه هو مضايقكم حنخليه لاخر يوم في حياتي. واما انت يعني بكلامك هذا متخيل اني نغير اسم المطعم؟ مستحيل. يعني تحلم. اوكي، انا بحلم. اذا بدك اسمع، انا بدي اقدم اسم المطعم ومحل المطعم لقوات الامن الاسرائيليه. لو ما رح تبدل اسم المطعم، فورا، لو ما رح تبدل اسم المطعم، انا رح اقدم اسم المطعم ومحل المطعم للقوات الامن الاسرائيليه. انا في ليبيا، انا نأشر عليك، انا في ليبيا وانا ليبي وتاريخنا كله في الجهاد. يعني انت تحلم اني نخاف، واقل شيء قدرت نقدمه هو اسم المطعم. يعني مستحيل اني انا نغير اسم المطعم. يعني حسب رأيك اسم المطعم راح ينجحهم في كل الحروب، راح يعطيهم شرف. شو راح يعطيهم؟ بما انه هو ضايقك انت ومخليك تتصل بيا من اسرائيل وتتكلم بالعربي معاي ومتعلم العربي باش ان انت تتكلم معاي. طيب اسمع، هذا قرارك. لو بدك تخلي المطعم هيك بهذا الاسم، اهلا وسهلا. اوكي، هذا قرارك. بس اسمع، احنا رح نجتهد. كل وسائل الاعلام الاسرائيليه رح تنشر المحل في كل شبكات التواصل، في كل مكان اللي بتعرف، واحنا اسمع، وفي كل الدنيا. وانا رح اتواصل مع البلديه ومع قوات الامن الاسرائيليه اللي تعرف اسم المحل. وانت لو بدك تصير عنادي، انت تخسر كثير هيك. وانا بنصحك تفكر كمان مرة بالموضوع، عشان بحكي معك كبشر لبشر. كمان اشي بدك تقول كمان اشي، بدك تقول لي كمان اشي قبل ما ببعث يعني عشان انت مصور هلا ومسجل. اكيد احترم انت مصورك ومسجل. ايه طبعا، انا ما بخاف. تقدر تسجل وتسوي ايش ما بدك. انت صاحب المطعم. انا طلبت منك، وانا ما بستحي اطلب منك تبدل اسم المطعم، عشان هذا اسم ارهاب. هذا الاسم اشارة للارهاب، وانا بطلب منك كبشر لبشر وكزلمة لزلمة. طيب انا بتكلم عن الارهاب عشان تعرف بتعرف شو اللي صار في 7 اكتوبر بالضبط. تعرف شو اللي صار، وانت صاحب مطعم وانت بتسمع. بتعرف شو يعني 9/11؟ بتعرف شو يعني 9/11؟ بتعرف شو يعني 9/11؟ بتعرف لو واحد في العالم راح يفتح مطعم ويسمي المطعم 9/11، انت راح توافق؟ انت راح تقبل؟ هذه مشكلة أمريكا مش مشكلتي. لا، هاي مش مشكلة، هاي مشكلة بشرية. لو تفتح مطعم وتسميه 9/11، نفس الشيء زي 7 أكتوبر، نفس الاشي. قتل ناس أبرياء عشان الإرهاب. هلا أنت بتقول لي إنه بتفضل إنه المطعم راح ينهجم وينتقصف، وأنت راح تصير يعني مثل شهيد، وأحسن من ما واحد يفكر شوية براسه. أكيد يعني مليون بالمية. طيب يعني فيش محادثة هيك حبيبي، إذا أنت مش بشر. أي إنسان مسلم هيك قناعته، أي إنسان مسلم أنا نوفر عليك، أي إنسان مسلم هذه قناعته. طيب هذا قرارك. اسمع، هذا قرارك وأنا بحترم قرارك، وللأسف الشديد أنا لازم أقدم اسم ومحل المطعم للقوات الإسرائيلية. اسمع، يعطيك ألف عافية. وأنا متوقع إنه راح تفكر بالموضوع كمان مرة، وبكرة راح شوي